امبارح نزلت فيديو عن العربيات التريبتك اللي هي بتنزل مصر مترخصه نمر سياحه. وطبعا احنا كتير شفنا العربيات دي موجوده في الشارع، وان انت تقدر تجيب عربيه بنص ثمنها من اللي موجود في مصر، لكن تستخدمها 6 شهور وتركنها 6 شهور. واحيانا بيحصل استثناء ان انت تستخدم العربيه 9 شهور بدل ال6 شهور في السنه. يعني الفتره الاولى بيبقى ليك 6 شهور، وبعد كده بتعمل استثناء ب3 شهور كمان، وبعد كده بتخزن العربيه 6 شهور. فاصبح كده ان انت بتستخدم العربيه الاستخدام الفعلي 9 شهور وبتخزنها 6 شهور. فانا كتبت لك معظم الكومنتات اللي جات لي على الفيديو ده علشان اقول لك هي تنفع لمين وما تنفعش لمين. اللي هيستفاد بيها مين؟ واحد مش مقيم في مصر طول الوقت. يعني انا راجل البيزنس بتاعي الحمد لله في مصر، لكن انا مش قاعد في مصر طول الوقت، انا بنزل في السنه شهرين. فانا بالنسبه لي واحد عايش بره، العربيه دي مناسبه جدا بالنسبه لي. لما اجي انزل العربيه او اطلعها من مخازن الجمرك هستخدمها 3 شهور بس، او هعمل تصريح ب3 شهور، والتصريح ده هيبقى ثمنه اقل من ال6 شهور. هستخدم العربيه، هتدلع واروح واجي بيها واسافر واروح واقضي اوقاتي، وفي الاخر هروح رايح مرجع العربيه واخزنها 6 شهور او اخزنها اكتر من 6 شهور، متاح ليا مفيش اي مشكله. وهدفع في ال6 شهور دول 20 25 الف جنيه على حسب العربيه وعلى حسب المخزن، هو جوه القاهره ولا بره القاهره. تاني حاجه، اللي معاه جنسيه اجنبيه ومش مقيم في مصر برضو بشكل فعلي، يعني مقيم مثلا 4 شهور 5 شهور 6 شهور، الموضوع ده مناسب جدا بالنسبه لك. الناس الخلايجه اللي بيجوا سياحه رايحين جايين، المصريين اللي عايشين بره، المصريين اللي معاهم جنسيات تانية، اللي مش قاعد في مصر طول الوقت، ده الموضوع ده مناسب جدا جدا بالنسبه له. انا ليه اعذب نفسي واعمل كده؟ يعني ليه اجيب عربيه اخزنها 6 شهور واستخدمها 6 شهور؟ ليه التعب ده؟ انت واحد مقيم في مصر، مش حاله الناس كلها زيك. يعني في واحد ممكن يقعد في مصر اسبوع اسبوعين ويمشي، شهر ويمشي، ويروح يسافر بلد تانية، وشهرين ويمشي. وفي رجال اعمال، في ناس بتحتاج عربيه لمده شهر او شهرين. فبدل ما انا اروح اجر عربيه ب 50 60 الف جنيه وابقى ماضي على نفسي ايصالات امانه، او اخلي بالي من خدش حصل في العربيه او الكلام ده، تبقى العربيه بتاعتي انا صرفت فيها ال 60 الف جنيه بس على مدار السنه، واقدر استخدم العربيه دي 6 شهور في السنه او اقل زي ما انا عايز، واخزن العربيه ال6 شهور التانيين. اتخدشت بقى ما اتخدشتش، دي عربيتي اعمل فيها اللي انا عايزه. فانا بالنسبه لي كعمر الموضوع ده ينفع معايا جدا. وبالنسبه لرجال الاعمال، الناس اللي رايحه جايه، ان الموضوع ده مناسب جدا ليك. بالنسبه للناس اللي بتدلع نفسها، يعني الناس اللي عايشه بره ومعاه جنسيات اجنبيه وبيجي يقضي الثلاث اربع شهور في الساحل، فالراجل ده مناسب جدا بالنسبه له الكلام ده. واكيد انت بتشوف العربيات معظمها اللي موجوده في الساحل الشمالي عربيات فارهه وعربيات كلها موجوده سياحه. فالناس دي هي بتعمل الكلام ده حرفيا، هم بيعملوا الكلام ده، بس الموضوع مش واخد الانتشار الجامد. في مثلا عندك طلاب اجانب بتدرس في مصر، الناس اللي بتدرس في مصر اللي بيبقى من جنسيات عربيه او من جنسيات اجنبيه، بيدرس في الجامعه الامريكيه، في الجامعه البريطانيه، اي جامعات اللي موجوده في التجمع او القاهره الجديده. الناس دي بيبقى مدة اقامتهم في مصر لا تتعدى 9 شهور. فانا زي ما قلت لك في الاول، انت ممكن تعمل قانوني 6 شهور وبعد كده استثناء 3 شهور. فانت فعليا انت هتستخدم العربية الفترة اللي انت هتبقى قاعد فيها في مصر، وهتركن العربية 6 شهور. فدي بالنسبة لك مش هتبقى أزمة خالص، وهتبقى جايب عربية بكل الامكانيات اللي انت عايزها، باعلى مواتير موجوده في السوق، زي دوج تشارجر، تشالنجر، فورد موستنج، شيفورليه كامارو. اي عربيه سبور انت نفسك فيها هتبقى راكب عربيه ثمنها بيبدا من 400 الف جنيه 500 الف جنيه، والعربيه الثمن الفعلي ليها في حدود المليون ومليون ونص واكتر كمان من كده. عندك كام مثال؟ مثلا عربيه زي المرسيدس ال سي 250 اللي هي موديل 2014، كلنا عارفين العربيه دي ثمنها ما يقارب من المليون 300 مليون 400 حاجه زي كده في السوق المحلي. طيب العربيه دي ثمنها من عندي في الامارات 30 الف درهم بالشحن. من غير الشحن العربيه دي ثمنها في حدود ال 22 الف درهم. العربيه دي 1800 سي سي ومرسيدس، يعني دايما الناس اللي بتجيب مرسيدس بيبقى عايز حاجه تبقى واجهه بالنسبه له. ف 400 الف جنيه 450 الف جنيه يركبوك عربيه مرسيدس، وهي ثمنها الفعلي الملاكي في مصر ما يقرب من المليون ونص. يعني انت موفر مليون جنيه في العربيه. بالنسبه ده بتكلم بقى العربيات الرخيصه. بالنسبه للاي 350 الاي 300 هي موجوده في مصر هنا نفس الشكل، بس هنا الاي 200 والاي 250 اللي هو الموتور السي جي اي. احنا عندنا في الامارات الموتور الاكبر شويه، دي برضو في حدود النص مليون جنيه. يعني انت راكب حرفيا مرسيدس 2014 2015 2016 عربيه بنص مليون جنيه، وهي ثمنها في مصر
اكتر من كده بكتير، 3 اضعاف. يعني هي ثمنها 3 اضعاف. عندك امكانيه ان انت تجيب حاجه غير التريبتيك، ما توجعش دماغك. انت راجل مقيم في مصر 12 شهر، فما تتعبش نفسك وتبقى جايب عربيه تروح توديها وتجيبها كل شويه. معاك جنسيه اجنبيه ورايح جاي على مصر كل شويه، موضوع التريبتيك ده هيبقى مناسب جدا جدا بالنسبه لك. معاك اقامه في بلد تانية ومش بتقعد في مصر كتير، الموضوع ده مناسب جدا بالنسبه لك. العربيه كل لما سعرها بيزيد كل لما الفرق عن مصر بيزيد. يعني ام نص مليون هتلاقيها في مصر ب1.5 مليون، ام 2 مليون هتلاقيها في مصر ب5 مليون 6 مليون. انت شايف الفرق عامل ازاي؟ وكمان تقدر تجيب عربيات زيرو، يعني العربيات اللي موجوده في المنطقه الحره زي الام جي زد اس، الام جي 1، الام جي 5، اي حاجه من الحاجات اللي هي ب 10000 دولار او ب 12000 دولار انت ممكن تنزلها تريبتك عادي جدا، ما فيهاش مشكله. وتيجي بعد سنتين 3 سنين ممكن تبيعها مبادره لاي واحد معاه مبادره وعايز ينزل عربيه. حاجه مهمه جدا الناس كلها اتكلمت عنها هي التخزين بتاع العربيه، هيتكلف كام؟ وهل في سرقه في العربيه بتحصل ولا لا؟ طيب خليني اقول لك النظام اتغير عن زمان. زمان انت كنت بتحط العربيه في مخازن الجمارك، ودلوقتي تقدر تحطها في مخازن الجمارك اللي تابعه للدوله. ممكن كنت تلاقي حد ياخد حاجه كده ولا كده، العربيه تتكسر، فرده كاوتش تنام، العربيه تتكحت مثلا من الجنب، اكسدام يقع، وارد ان هو يحصل للعربيه اي حاجه، ما فيهاش مشكله، او يعني احنا متفقين على حاجه زي كده. طيب دلوقتي النظام اتغير، بقى في حاجه اسمها شركات خاصه هي اللي واخده نظام التخزين بتاع العربيات. الشركات دي شغالين بنظام قانوني جدا، ان هو لازم بياخد منك العربيه وبيمدي لك على دفتر التريبتك او بيدي لك ايصال ان العربيه دي انت هو استلمها، وبيخزنها في مخازن خاصه تبعه هو. المخازن دي انت بتقدر توصي الناس على العربيه بتاعتك ان هم يدوروها كل فتره، ان هم يهتموا بيها، وانت اكنك بتدفع التخزين بتاع العربيه باركنج خاص ليك انت. ده بالنسبه للتخزين، بيبقى في شركه خاصه ومش لازم تروح تخزن في مخازن الجمارك. طيب بالنسبه للسرقه، الموضوع ده ما بقاش موجود دلوقتي. يعني لو سالت اي حد عنده عربيه تريبتك قال لك ان انت وديت العربيه اتسرق منها حاجه، هيقول لك لا، مفيش 100% الكلام ده، لان الموضوع ما بقاش مقتصر ان العربيه بتترمي في حاجه زي الحضانه. العربيه بتبقى موجوده في مخزن شركه خاصه، فالشركه دي بتاخد بالها من العربيه. تاني حاجه واهم حاجه هي العربيه بتتخزن بكام. انت بتصرف لك على دفتر التريبتك كل 6 شهور اعتقد من 150 ل 250 دولار، تمام؟ دول انت بتصرفهم على دفتر التريبتك. التخزين بتاع العربيه من 20,000 جنيه لحد 30,000 جنيه لو العربية غالية، لأن هو على حسب العربية SUV ولا سيدان، العربية غالية ولا رخيصة، العربية فوق موديل 2020 ولا تحت 2020. ما هو برضو ما تقنعنيش ان لو عربيه مرسيدس موديل 2015 هتتخزن تدفع اكتر من 20,000 جنيه، بالكتير هتدفع 23,000 جنيه. والارقام اللي انا بقول لك عليها دي ارقام ناس انا نزلت لها بالفعل عربيات، فهم عارفين حاجه زي كده، او هم يعني بعتوا لي الكلام ده. طيب بالنسبه للعربيات الغاليه هي بتتخزن في 30,000 او اكتر من 30,000 بحاجه شويه، بحاجه يعني زياده شويه. فما تقلقش في موضوع التخزين ده، ومفيش حاجه فوق ال100,000 جنيه زي ما كان في ناس بتقول لي في الكومنتات. انا كده خلصت كل الكومنتات اللي جات لي على الفيديو اللي فاتت، اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليك. ولو عندك اي استفسار اكتب لي على الفيديو ده، وانا موجود في مصر الايام دي، لو عندك اي حاجه ممكن تكلمني على موبايل تسالني، وانا تحت امركم في اي حاجه. اشوفكم على خير، شكرا، سلام عليكم.